يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد الشرنوبي، والنهارده معانا كابسول جديدة بعنوان المواد المرسبة في الدعامة التركيبية. طيب، قبل ما نتكلم عن المواد المرسبة تعالى نشوف الأول السايت اوف ديبوزيشن أو موقع الترسيب. أنا هشوف مواد بتترسب على الخلايا، ولكن قبل الترسيب على الخلايا خلي بالك من نقطة: النبات بيزود سمك جدر البشرة بالأخص عشان يبتدي إن هو يحمي نفسه من الظروف الخارجية زي ما اتكلمنا قبل كده. ولكن تعالى نرسم مع بعض الخلية النباتية تاني. وككل فيديو أقول لك ركز في رسمة الخلية، عشان الخلية النباتية عندي مهمة جدا، والدعامة في النبات كلها انت ممكن تحلها بمجرد ما انت بس عارف تتخيل شكل الخلية النباتية عاملة ازاي، او عموما هي بتتحرك ازاي مع وجود المياه وعدم وجود المياه. ده طبعا لا في الدعامة الفسيولوجية، ولكن تعالى كده اقول لك ان الثلاث خلايا اللي انا رسمتهم دول عبارة عن خلايا بارنشيمية. يعني دي كده بارنشيمية، ودي بارنشيمية، ودي بارنشيمية، والتلاتة مفيش فيهم دعامة تركيبية. حلو. طيب، عندي لونين مهمين هحطهم: اللون الازرق ده وهنسميه الخلايا الكولانشيمية، او هنديله رمز السليلوز الاول معلش، واللون الاحمر ده هنديله ان هو الليجنين، لان النبات عندي بيرسب سليلوز وليجنين ولكن في اماكن معينه. نسيب الرسمه دي كده، شوف بقى السسبنس، وتعالى بص معايا على اول ماده النبات بيرسبها، اسمها الكيوتين. الكيوتين دي بترسب على خلايا البشرة. خلايا البشرة بتبقى صف كده من خلايا بارنشيمية زي اللي أنا رسمتها فوق دي. بيبتدي يرسب النبات عليهم من بره طبقة كده شمعية اسمها الايه؟ الكيوتين. وخلي بالك من الكيوتين ده ان هو شمعية، اللي هو ايه؟ لا يسمح بمرور المياه. لا يسمح ايه؟ بمرور المياه. فبتبتدي الطبقة ديت تكون على طبقة البشرة اللي هي عبارة عن خلايا ايه؟ بارنشيمية. يبقى دي أول حاجة النبات بيرسبها. طيب، بص معايا على النبات بيرسب ايه تاني. قال لي النبات بيجي على الخلايا البارنشيمية ويقوم حاطط عليها من بره ترسيبات من السليلوز. هنعمله بقى ايه؟ برسم كروكي كده. طبعا هو ما بيبقاش بالشكل ده، ولكن بيبقى عباره عن وخلي بالك انت تفتكر الجدار الخلوي اصلا سليلوز، فده بيبقى ايه؟ جدار سميك شويه، فده اسمه سليلوز. قال لي اول ما احط السليلوز اقوم شاطب على البرانشيميه واسميها كولانشيميه. يبقى الكولانشيميه عباره عن برانشيميه لكن عليها ايه؟ سليلوز. طيب تعالى بص على الليجنين. قال لي لا، الليجنين ده بقى بيترسب جوه. طب بالنسبة للبروتوبلازم وضعه ايه في الموضوع ده؟ قال لي لا، هو الليجنين بيترسب جوه الى ان يقتل البروتوبلازم. فاول ما الاقي الليجنين مرسب جوه اقوم شاطب على البرانشيميه كده واكتب ان دي عباره عن خلايا ايه؟ اسكالرانشيميه. طب بيعملوا ايه؟ قال لي الاسكالرانشيميه والكولانشيميه الاتنين بيشتركوا مع بعض في ان هما بيدوا النبات القوه. الاتنين بيدوا النبات القوة، ولكن السكالرنشيمية تدي قوة وصلابة، والكولانشيمية تدي قوة ومرونة. يبقى السليلوز يدي مرونة، والليجنين أو الليجنين يدي صلابة، والكيوتين يدي منع لفقد الماء. وعندي آخر مادة بترسب مادة اسمها السيوبرين. والسيوبرين ديت خلايا غير منفذة للماء، وموجودة في حاجة اسمها الطبقة الفلينية. ايه الطبقة الفلينية دي؟ الطبقة اللي هي اللي بره، اللي بنسميه الجزء البني بتاع الخشب دوت، بيكون من مادة اسمها الايه؟ السيوبرين، ودي بتكون غير منفذة، اللي هي الطبقة اللي بسميه الكورك لاير او النسيج الايه؟ الفليني، اللي بيكون على ساق النباتات الخشبية من الخارج. دي كانت الكبسول بتاعتنا، وفي النهاية بالشفاء.